السلام عليكم. تم القبض على عامل في محل. كان هذا العامل كان يصور النساء اللي يدخلوا يشروا، ومن بعد اللي يصورهم ينشر تصاورهم في الفيسبوك. هذا العامل يعني دار هذه الخدمة شحال من مرة وما فاقوش به في أول الأمر. وكان كل ما تدخل يعني امرأة للحانوت، زبونة للحانوت، على نيتها مسكينة تشري ولا تروح تقيس الشيء اللي شريته، يعني ملابس ولا يصورها ويحطها في الفيسبوك. حتى جاء واحد النهار، يعني ماشي مع النهار، يعني ما عندوش بزاف، نظن الأسبوع الماضي، فقت له وحدة كانت مع بنتها، شافته كيصورهم، ويعني شافته كيصورهم وراحت ليه وهضرت معاه وقالت له كيفاه تصور، وهو زلق. يعني ما قال لها لا، ما كنتش نصور، انا كنت نصور في السلعه تاعي، ما كنتش نصور ما كنتش نصور فيكم. وحسب بعض التصريحات، يعني بعض المعلومات، دخلوا للحساب تاعو اللي فاتحه باسم مستعار، لقاو الكثير من الصور تاع النساء اللي كان مصورهم وناشرهم في الفيسبوك. ولكن الحمد لله، يعني الامن كان الفطنه تاع الامن والبراعه تاع الامن، تم القبض عليه من طرف الامن الولائي للعاصمه. وهنا راهم يعني الامن راه يناشد اي وحده كانت ضحيه ولا تعرف وحده اخرى كانت ضحيه هذا الفعل الشنيع. طبعا فعل شنيع وفعل يعني ما يتصوروش العقل. احنا رانا في بلد مسلم، وانت راك مسلم، يعني دير في هذه الخدمه، تصور النساء تاع الرجاله، النساء بنات الفاميليا، تروح تصورهم وتحطهم في الفيسبوك. هذه خدمه يعني ما يخدمها حتى واحد. المهم، اللي كانت ضحية لهذا الفعل الشنيع ولا تعرف وحدة كانت ضحية، ممكن أنها تتقدم لمصالح الأمن بالعاصمة وتقدم شكوى ليه ولا شهادة. المهم، هذا الوقت اللي لحقناه يعني وقت صعيب بزاف، كتر فيه ولاد الحرام. إذا ننصح النساء كي تروح الحانوت وتشري لباس مهما كان نوعه، يعني لباس حجاب ولا جيب ولا روبا ولا اي حاجه، سروال ولا، ما تروحش ما تدخلش وللبيت وين يقيسوا. كاين نساء بزاف اللي يروحوا يقيسوا. لا، نتفاهم مع مول الحانوت ونقول له خويا انا راح نديها للدار ونقيسها، الا جات قدي ولا عجبتني ولا راح نحكمها، ولا ما كانش اني نرجعها لك وندي حاجه واحده اخرى. المهم ما تقيس في الحانوت يا نساء، ما تدخلوش تقيسوا في الحانوت، باسكو راهم حكموا قداه من حانوت مداير لي كاميرا في القاعه او في البيت اللي يقيسوا فيها النساء. اذا هذا اولا، باش تقيسي انتيا في حانوت، هذا اولا يعني لا يجوز، حرام باش تروحي تتعري روحك وتقيسي في حانوت، في حانوت تاع براني تاع واحد غريب. وثانيا، اولاد الحرام راهم بزاف يحبوا يتكشفوا على عورات النساء. هذه نصيحتي يعني راني قدمتها، وربي ان شاء الله يهدينا ويوعينا ويجعل الخير في هذا